أعزائي المشاهدين والمشاهدات، لقاء جديد يتجدد مع شخصية لها قيمة، شخصية لها قيمة طالما هي تقرأ القرآن الكريم، والقرآن الكريم يعلو ولا يعلى عليه، وإن أسفله لمغدق وأعلاه لمثمر. ومعنا اليوم قارئ شاب جميل يدعى أحمد الجريحي من قرية ميت مرجع سلسيل دقهلية. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. نقول لحضرتك أستاذ أحمد ولا الشيخ أحمد؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. يعني الشيخ أحمد، يعني بحب لقب الشيخ أحمد. الشيخ أحمد، عايزين نبذة عن حضرتك للسادة المشاهدين. عايزين السادة المشاهدين يعرفوا مين الشيخ أحمد الجريحي. عرفنا بنفسك. أحمد الجريحي من قرية ميت مرجع، قارئ قرآن، وعندي 25 سنة. يعني حفظت القرآن من في سن 9 سنين، وبعد كده في المرحلة التعليمية تدرجت في المرحلة التعليمية لحد ما خلصت الكلية، وبدأت بعدها مرحلة القراءة. طبعا زي ما احنا عارفين حضرتك تعمل في مجال المحاماة، يعني مستشار قانوني، وفي نفس الوقت تقرأ القرآن الكريم، ودي حاجة عظيمة لأن خير ما يقرأ هو القرآن الكريم يا شيخ أحمد. طبعا يعني أكيد القرآن له مكانة عظيمة، وأي مهنة بجانب القرآن يعني تعتبر، يعني مش عايز أقول ما تساويش حاجة، بس القرآن له قيمة كبيرة جدا جدا. يعني ما فيش أي يعني عايز أقول إن القرآن ده يعني مهنة سامية ومهنة ذو قيمة جميلة. أي حد يعني يتشرف بإنه يحمل القرآن ويحمل كلام ربنا، وما بالك لما تكون قارئ القرآن. يعني قارئ القرآن حاجة جميلة جدا. طبعا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، أوحى به إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم فيه قصص وعبر ومعاني كبيرة وعظيمة يا شيخ أحمد. طبعا يعني، وده برضو يعني من قصص القرآن وكلام ربنا. لازم ان احنا واحنا يعني زي ما بنقول ده رسالة. ده ربنا اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عشان